مرحبا بك. وكيف هي نفسية الطلاب بعد عودتهم للدراسة والإحساس بالاطمئنان والعودة إلى بإذن الله لحياتهم إلى حياتهم الطبيعية؟ شكرا محمد، شكرا طرفة. بالفعل هنا الطلاب في مركز الإيواء بأحد المسارحة يعيشون يومهم كباقي الطلاب في باقي أنحاء المملكة. هم انتظموا هذا اليوم صباحا في المدارس التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المركز، مركز الإيواء، وكغيرهم من الطلاب. ولكن ما يعني الفرق بينهم وبين الطلاب في المدارس الأخرى بأنهم يحظون بعناية خاصة وخاصة من القيادة السياسية في هذه البلاد. الطلاب في هذه المدارس تصلهم الوجبات المجانية، هم كغيرهم من النازحين في هذا المركز كذلك تصلهم الوجبات اليومية، الإفطار والغداء والعشاء، وينعمون بمتابعة صحية وكذلك رعاية اجتماعية بمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز. نعم ناصر، في هذا المركز، في مركز الإيواء، نعم في هذا المركز الإيواء كذلك هنالك برامج ترفيهية، هنالك الكثير من الشخصيات الاجتماعية الثقافية والفنية تأتي إلى هذا المركز مشاطرة لأبنائهم وإخوانهم من النازحين في الوقوف معهم، وكذلك لرجال قوات المسلحة نعم المرابطين على الحدود. نعم. في هذا اليوم التقينا الفنان الدكتور راشد الشمراني. دكتور راشد، كنا التقيناك هنا قبل قليل، كنت قد وصلت إلى هذا المركز. ماذا تريد إيصال، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها من خلال هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه يعني إحنا من نسيج هذا المجتمع، وهو مبدأ الحمد لله موجود لدينا يعني في هذه البلاد الطيبة، مبدأ التكافل، وأنه كلنا يعني كالجسد الواحد، إذا يعني تألم جسد أو عضو عفوا في الجسد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإحنا وسط أهلنا، وسط إخواننا، وسط أبنائنا، وسط بناتنا وأحبابنا كلهم، نسأل الله أن يزيل هذه الغمة يعني. والحمد لله يعني يحظون بعين. شفنا الآن مركز الإيواء، والحمد لله يعني الأمور يعني زي ما تفضلت قبل شوية أخ ناصر، يعني متابعة دقيقة من القيادة العليا لكل التفاصيل الموجودة. اليوم أول يوم دراسة وشفنا الطلاب موجودين في مدارسهم، نسأل الله أن يرجعوا بأسرع ما يمكن إلى أماكنهم يعني. فنان راشد الشمراني، شكرا جزيلا لك. كذلك نلتقي في هذه اللحظات بالفنان حسن عسيري. حسن عسيري، كنا نعلم وعلى اتصال معك بأنكم ستصلون إلى هذا المكان من أكثر من 20 يوما، ما السبب في التأخير وما هي رسالتك أنت أيضا حسن؟ أنا الحقيقة رسالتي هي رسالة أي مواطن سعودي حب أنه يؤكد مبدأ التكافل، ويؤكد على أهمية أنه احنا نكون متواجدين كفنانين مع إخواننا وأهلنا في كل مكان. احنا الحقيقة تشرفنا بزيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة العسكري في أبو عريش، وتشرفنا اليوم بزيارة مركز الإيواء للنازحين. والحقيقة أنه هذه الزيارة كانت مجدولة من بدري، ولكن أنا وراشد وفايز كان عندنا ترتيبات أيضا بالنسبة لزيارة المتضررين من كارثة جدة، وكنا أمس والأيام اللي فاتت مشغولين معاهم، مشاركين أيضا في الأعمال التطوعية بتوزيع المساعدات. هذا شيء يسعدنا الحقيقة. وأنا فرصة أني أشكر على الهواء زميلي راشد وفايز اللي جو من الرياض، أمضوا وقت لمساعدة الناس في جدة، طلعنا كلنا على جيزان، وهذا واجب مطلوب الحقيقة من الجميع. حسن عسيري، فنان السعودي المعروف، شكرا جزيلا. شكرا لك. فايز كذلك له حضور، هم الثلاثي وصلوا مع بعضهم. فايز، وجدت ترحيب كبير من الناس هنا، الإقبال يعني كبير. المشاعر الإنسانية الخاصة الدقيقة بعيدا عن فايز الفنان، ماذا وجدت في هذا المركز؟ والله وجدت في انتماء وطني، محبة، تكاتف أسري كبير جدا. والحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا من خلال قناتكم الإخبارية أوجه رسالة شكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، ملك الإنسانية حقيقة، اللي وفر 10,000 وحدة سكنية للمواطنين، اللي وفر الآن لهم التعليم والصحة والغذاء. هذا شيء الحقيقة يثلج الصدر. فايز المالكي، شكرا جزيلا لك. الله يعطيكم العافية. إذا زميلي محمد، كان هذا لقاءنا مع الفنانين السعوديين المعروفين، الدكتور راشد الشمراني، حسن عسيري، فايز المالكي. كانوا قد وصلوا إلى هذا المركز في إشارة واضحة إلى يعني دورهم مع هؤلاء النازحين، أبنائنا وأخواننا من المواطنين الذين نزحوا بأسباب ما حصل في الشريط الحدودي. بقي أن نقول أن العملية العسكرية هذا اليوم كانت قد شهدت في الصباح والظهيرة وحتى العصر عمليات قصف شاركت فيها الأباتشي وطائرات الF-15 وكذلك المدفعية.
وكان في أرض الميدان كذلك رجال المشاة البحرية المظلين والمشاة رجال المشاة البرية المشاة البحرية، وشهدت العمليات هدوءا نسبيا من هذا المساء. شكرا لك الزميل ناصر حبتر، وشكرا لضيوفك الكرام الأستاذ راشد الشمراني والأستاذ حسن عسيري والأستاذ فايز المالكي. شكرا لكم جميعا.